تخيل إن في صوت داخلي جواك بيقولك إنك ضايع ومش فاهم رايح فين. وتخيل إن في جسدك طاقة راكدة مكتومة بتشدك لورا، وفي نفس اللحظة دماغك بيفكر زيادة عن اللزوم ومش عارف تهرب من الزحمة اللي جواك. بس لحظة، محدش قالك إن في طريق تالت، طريق بيلم ما بين العقل والطاقة والمشاعر، الطريق اللي بيخليك أخيراً تشوف نفسك زي ما عمرك ما شفتها. القصة هنا بتبدأ من النقطة اللي انت فقدت فيها السيطرة. كل واحد فينا مر بلحظة وقف فيها وسأل نفسه: هو أنا ليه مش مبسوط؟ ليه حاسس إني تايه؟ وليه دايماً ببدأ وما كملش؟ اللحظة دي مش ضعف، بالعكس، دي اللحظة اللي الحياة فيها بتبعتلك دعوة إنك تبص جواك مش حوالينك. في عالم اللايف كوتشنج بنشوف الإنسان كرحلة مش كأحداث منفصلة، رحلة فيها اختيارات ومعتقدات وجروح قديمة بنفتكر إنها ماتت لكنها لسه عايشة جوانا. الكوتشنج مش بيقولك تعمل إيه، الكوتشنج بيساعدك تسمع نفسك، تسمع رغبتك الحقيقية وتشوف طرق ما كنتش شايفها. لكن ساعات الكلام مش كفاية، ساعات العقل بيكون تعبان من كتر التحليل، والمشاعر بتكون تقيلة قوي لدرجة إنك تحس إنك شايل طوبة جوه صدرك. والجسم بيفضل شايل أثر كل ضغط وكل خوف وكل معركة أنت ما خلصتهاش. وهنا بيدخل عالم البانيك هيلينج، العالم اللي بيعامل الطاقة كأنها لغة الجسد اللي ساعات مش بنفهمها. لما الطاقة تتحرك، النفس بيرجع يطلع براحة، النوم يتحسن ودماغك يهدى. وفي المستوى النفسي بنكتشف إن الطاقة والمشاعر مش منفصلين. الجرح النفسي ليه بصمة، والبصمة دي بتظهر في الهالة، في الشاكرات، في الطريقة اللي جسمك بيحاول يصرخ بيها من غير ما ينطق كلمة. لما ندمج الكوتشنج مع البرانيك هيلينج بيحصل اللي بنسميه إعادة ترتيب. العقل بيهدى، القلب يفتح مساحة، والطاقة تتحرك في مسارها الطبيعي من غير مقاومة. تبدأ تلاحظ إنك بقيت أهدى، قرارك أوضح، وعلاقتك بنفسك اتحسنت، مش لأن حد ساعدك من بره، لكن لأنك سمحت لنفسك تسمع من جوه. الرحلة دي مش سهلة، هتقابل فيها مخاوفك وهتسمع أصوات قديمة كانت دايماً بتشكك فيك، لكن لأول مرة هتكون مستعد تكمل. في النهاية، أنت مش محتاج تكون نسخة جديدة، أنت محتاج تكون النسخة الحقيقية، النسخة اللي كانت مستخبية ورا خوف، ورا حكايات، ورا طاقة متلخبطة. لو وصلت للنقطة دي، افتكر كويس، التغيير الحقيقي مش بيبدأ لما حد يشوفك، التغيير بيبدأ لما أنت تشوف نفسك.